السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل بيت في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وحشتوني جدا. الزمالك وأزمة الثلاثي عبد الله السعيد وشيكوبانزا وإخوان ألفينا بيزيرا. خلاص ثلاثي الزمالك يقتربوا من فسخ تعاقدهم. إخوان ألفينا بيزيرا وعبد الله السعيد شيكوبانزا، وبالذات شيكوبانزا وعبد الله السعيد. احمد حسام ميدو نزل بيان طويل عريض، بيان يدل فيه انه اللي ما عجبش الزمالك يرحل، شعار الزمالك فوق اي لاعب. فالزمالك بيحاول دلوقتي يفسخ عقود شيكوبانزا وعبد الله السعيد، ويخلي عقد اخوان الفينا بزيرة افضل لاعب في الدوري المصري الممتاز وافضل جناح ايمن، ويحاول معاه العوده الى القاهره استعدادا للموسم الجديد وانتظام في تدريبات الزمالك الجماعيه تحت قياده المدير المخضرم معتمد جمال. طب الزمالك لحد دلوقتي حدد ثلاث مباريات وديه، البلاستيك واورنج ومودرن سبورت. الزمالك حدد 3 مباريات وديه ومنهم ماتش بعد بكره، ليلعب الزمالك الثلاث مباريات وديه استعدادا للموسم الجديد. ان ابتدى المعسكر متاخر، والزمالك عنده رزنامه الدوري الجديد، دوري ابطال افريقيا وكاس وسوبر وعاصمه وكاس مصر وكله. ليه؟ ان الزمالك عنده اول مباراه مع مين؟ مع فريق ثقيل وليس سهل، وهو الاهلي مع الشرقيه انبي. والزمالك عنده المباراه الاولى الافتتاحيه مع الاتحاد الاسكندري، فالزمالك عنده مع الاتحاد الاسكندري، وبيراميدز كمان عنده مع الغزل في اول 3 مباريات ضرب نار للثلاث فرق القمه. الزمالك عنده مباراه في افريقيا مع سبورت، فالزمالك عنده رزونامه الدوري الجديد وبدا متاخر لفتره الاعداد. فالزمالك بيحاول دلوقتي باقصى قوه واقصى سرعه لعمل معسكر وتخفيض الحمل من البدن على اللعيبه ومباراه قويه، ومنهم مع مودرن سبورت فريق قوي. طب نخلص من الزمالك وندخل على ازمه بيزيرا. احنا زي ما قلنا الزمالك اذا فسخ عقد هيفسخ عقد مين؟ هيفسخ عقد ادم شيكوبانزا، ويفسخ عقد عبد الله السعيد. ادم كايد وسيف الدين الجزيري رجعوا، فالزمالك اذا فسخ عقد هيفسخ عقد شيكوبانزا وعبد الله السعيد. طب والزمالك ازمه بيزيرا اذا استمر في نادي الزمالك، بيزيرا واحد من افضل عناصر في الزمالك، وواحد من افضل عناصر في الدوري المصري الممتاز، وسبب من اسباب فوز الزمالك بالدوري، او لم يكن السبب الوحيد هو اخوان الفنا بيزيرا مع معتمد جمال، واولا ربنا طبعا سبحانه وتعالى رب العالمين. اولا هو بيزيرا بعد الله، فالله اولا من ثم بيزيرا اللي عمل المعجزه، بيزيرا اللي صنع، بيزيرا اللي شاط، بيزيرا اللي عدى، بيزيرا البرازيلي المتحرك، بيزيرا شوط سترايكر، بيزيرا مهاجم تاني. بيزيرا كان بيلعب وينج يمين، كان بيلعب وينج شمال، ومش محتاج حد يلعب له. فاخوانا الفينا بيزيرا واقسم بالله افضل لاعب في الدوري المصري. هل يبقى كوبري في الاهلي او راح شباب الاهلي دبي الاماراتي؟ فشباب الاهلي دبي الاماراتي مش هتتعاقد مع اخوان الفينا بيزيرا. عرضت 4 مليون دولار، الزمالك قال 6 مليون دولار، وناخد نسبه من عدد البيع، ما يرجعش بمصر، ما يرجعش الى اي نادي بمصر الا نادي الزمالك. فقال بنود كثيره في البند ده، فشروط الزمالك اترفضت، شباب اهل دبي رفض هذه الفكره. خلينا برضه على فكره تاني ان اخوان الفينا بيزيرا لعيب كبير، نجم كبير جدا كمان. نجم اذا حطيته في خط الوسط يلعب، اذا حطيته مهاجم يلعب، اذا حطيته مدافع هيلعب. شيء اخوان الفينا بيزيرا اذا حط له مهاجم مدافع حتى حط له هيلعب. فسيف الدين الجزيري ربنا يتمنى له التوفيق، ووجه رساله شكر للزمالك ورساله دعم، وقال كملوا يا ابطال. فسيف الدين الجزيري راح حتى الاماراتي. اخوان الفينا بيزيرا مستمر في نادي الزمالك، واللي هيفسخ عقودهم قريبا عبد الله السعيد و شيكوبانزا. الزمالك عنده 3 مباريات وديه زي ما ذكرنا، مع اورنج ومع مودرن سبورت، وكمان مع فريق اورنج ومودرن سبورت، والفريق الثالث اورنج ومودرن سبورت. والمهم الفريق السادس والله نسيته، بس المهم يعني الثلاث مباريات الزمالك اللي هيلعبهم وديا هيبقى مع الثلاث فرق اللي ذكرناهم اول الحلقه. فالزمالك واقسم بالله انا عرفت جامد يعني. المهم
اولا برضو في حاجه حابب اذكر حضراتكم بيها، التعليقات واللايكات والاشتراكات قل جدا يا اعزائي المشاهدين. اللايكات والاشتراك اهم شيء بعد الله سبحانه وتعالى في الانتشار وفي في الفيديوهات اللي بعملها. فاشكر حضراتكم يعني اذا حطيتوا اشتراك، وبالتوفيق لكم فيما هو قادم يعني. وكمان اخر خبر معانا اليوم هو مباراة الاهلي هتتذاع فين؟ هل هتتذاع في اون سبورت ولا بين سبورت ولا ولا اي كلام يعني؟ في اي كلام خلاص. مباراة الاهلي والزمالك هتتذاع على المنصة بتاعة برشلونة فقط. لحد دلوقتي مفيش قناة اعلنت ان تذيع مباراة الاهلي وبرشلونة في كأس غنبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.